أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ولا زلنا في ضيافة الله سبحانه وتعالى، ولكي نستفيد في الدنيا والآخرة من هذه الأوقات التي أنفاسنا فيها تسبيح، ونومنا فيها عبادة، وعملنا فيها مقبول، ودعاؤنا فيها مستجاب. أحدثكم ببعض الأمور الفقهية المهمة، ومن أهم الأمور التي أود أن أدخل بها من هذه الناحية هو كيفية دخول شهر رمضان، يعني كيف يثبت شهر رمضان، وكيف يثبت كذلك العيد. أذكر لكم بعض هذه الأمور، ولكن قبل ذلك أذكر لكم هذه اللطيفة بمناسبة شهر رمضان المبارك. قيل أن رجلا كان في قرية، فكل ما دخل شهر رمضان يخبره الناس، يعني أهل القرية، يقولوا له يابا احنا شفنا الهلال. يقولهم زين، باشر أول يوم تصومون إن شاء الله، مبارك عليكم شهر رمضان. يصومون. هذا ياخذ 30 حبة من الزبيب ويصير يأكل يومية واحدة إلى أن تنتهي هاي 30 حباية، تنتهي. يقولهم باكر أول يوم من أيام العيد، على اعتبار كون شهر رمضان 30 يوم، فهذا حبات الزبيب لما تنتهي يكون قد انتهى. يوم من الأيام سبحان الله اجت زوجته، شافته هذا يأكل يومية حباية زبيب واحدة، قالت خطية، هذا راح أجيب له أنا حبايات قربة لله وإحنا بشهر رمضان، والله أوصى الزوجة بالزوج خيرا، فراح أضيف له بعض حبايات الزبيب على ما عنده. اجت ضافتهن من دون ما تقول له. على كل حال ذيك السنة صار 29، يعني 29 يوم شهر رمضان. اجوا قالوا له ها شيخنا شو تقول باكر أول يوم أيام العيد؟ لا. قال لهم والله شو أقول لكم، أعتقد هذه السنة ماكو عيد، لأنه كل ما آكل من هذا الزبيب يكثر أكثر مما كان. فصار كل بناه هو شنو؟ أنه شهر رمضان أو العيد ما يثبت إلا ينتهي هذا الزبيب اللي عنده. زين، وكل ما ينتهي تجيب زوجته وتضيف فوقه. على كل حال هذه لطيفة يعني، وإلا ما لها وجود إن شاء الله. بعد هذه اللطيفة أذكر لكم ما يحكم به بدخول شهر رمضان المبارك، وهي أمور. الأمر الأول العلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو الشياع. فرؤية هلال شهر رمضان حجة لدخوله. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا، يعني إذا شفتوا هلال شهر رمضان بعد ذلك تصومون. وواضح من الآية القرآنية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الأهلة علامات للشهور، علامات لدخول الشهر، وعلامات كذلك لنهاية الشهر، ودلائل أزمان الفروض بمن؟ بالأهلة كذلك، ومواقيت الناس في الحج والصوم، وحلول آجال الديون، ومحل الكفارات. هذه يحددها غالبا ماذا؟ يحددها غالبا الهلال. وقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. ليش رب العالمين قدر منازل؟ اسمعوا نفس الآية، هذه الآية رقم 5 من سورة يونس، يقول وقدره منازل. ليش؟ لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قد آية لطيفة هذه وعظيمة تبين لنا أهمية هلال شهر رمضان، بل أهلة كل الشهور وبالخصوص شهر رمضان المبارك. فهذا نص صريح قرآني كما ترى على أن معرفة السنين والحساب مرجوع فيها إلى القمر ونقصانه وزيادته، وهذا أوضح من أن تدخل على عاقل فيه أدنى شبهة. كما يقول القائل صل الغداة لطلوع الشمس. شنو يعني لطلوع الشمس؟ يعني لأجل طلوعها وعند طلوعها، يعني هذا الأجل اللي أجلت لك شنو؟ إلى أن تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس شنو؟ لازم نصليها قضاء بعد ذلك صلاة الصبح. وقد روى أبو بصير عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول سألته عن الأهلة. الأهلة جمع هلال كما تعلمون، فقال صلوات الله وسلامه عليه
هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر. بعد أكثر من هذا الدليل شيء بسيط ولطيف جدا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: تشوفون هلال شهر رمضان صومون، تشوفون هلال شوال تفطرون ويكون يوم العيد. فالرؤية أبلغ من كل الأمور الأخرى التي يثبت بها الشهر المبارك، فهي أبلغ حتى من الشاهدين، بل الشاهدان يفيدان الظن كما تعلمون، والرؤية تفيد القطع واليقين. فإذا تعلق حكم الوجوب بأضعف الطريقين، يعني بمن؟ يعني بالشاهدين، إذا شافوا عدول اثنين يشهدون بدخول الشهر وأنهما رأيا الهلال، بعد ذلك أنت تصوم. زين، إذا شفت بعينك بعد الحجة أقوى. فقضية الرؤية يعني رؤية الهلال يقينية، كما ورد عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: بين الحق والباطل 4 أصابع، ما رأيته بعينك فهو الحق، وقد تسمع بأذنيك باطلا كثيرا. إذن الذي يرى بالعين، كما يقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لأحمد بن إسحاق، ذلك الذي رآه وكان الإمام عليه السلام طفلا ساعتها، قال: يا أحمد لا تطلب أثرا بعد عين، أنت شفتني بعينك، بعد ما يحتاج تشك في وجودي وفي ولادتي. ومن هنا ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث الذي ذكرته لكم. وفي هذه الرواية التي هي في الخرائج والجرائح للقطب الراوندي في الجزء الثاني تتم بالحديث. اسمعوا الإمام الصادق يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني. شايف؟ يعني أنت إذا على يقين أنك رأيت الهلال، بعد ذلك تصوم وأنت كلك ثقة بشهر رمضان. هذا الأمر الأول الذي يثبت به شهر الله الأعظم. زين، الأمر الثاني شنو؟ الثاني هو شهادة العدلين برؤيتهما للهلال، إذا لم يكن هناك ما يوجب الريب والشك في صدقهما ويكون أمارة على خطئهما. إذا ماكو شك وكان هذان الرجلان مؤمنان طيبان، فلا شك أنه قد دخل شهر رمضان بشهادتهما أنهما رأيا الهلال. فلا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، يعني مو كل الدنيا لازم يشوف هلال شهر رمضان، بل إذا رآه 2 ممن يثبت بشهادتهما دخول الشهر وجب الصوم على الجميع. ولا يشترط في ثبوت الهلال بشهادة العدلين أن يشهدا عند الحاكم الشرعي، بل كل من علم بشهادتهما يجوز له الاعتماد عليهما ما دام هم ثقة، أنت تعتمد عليهم بعد. ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهدان بالغان عاقلان مسلمان. فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته لأنه لا يوثق به، وأولى منه المجنون كذلك ما يوثق بكلامه. والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضا مطلقا، لحديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إني رأيت الهلال، يعني هلال شهر رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. الظاهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شهد له قبل هذا الرجل رجل آخر، وإلا هو حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعلم الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شهادة أحد، ولكن ليعلمنا هذه الأحكام الشرعية المقدسة. إخوتي، وهناك مسألة مهمة، وهي أنه لا يثبت دخول شهر رمضان بشهادة النساء، بل لا بد أن يكون بشهادة رجلين، بحيث لا يكفي رجل وامرأتان. لماذا؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. شايف؟ وبمضمون هذه الرواية
وروايات عديدة متفقة الدلالة على أنه لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. ولكن إخوتي، هذا ليس استنقاص من النساء ولا تقليل من قيمتهن. ليش؟ لأنه القرآن الكريم والرسول العظيم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يريدون أن يبينوا لنا أنه يجب أن نحافظ على عفاف المرأة، بحيث لا تستهل مع الناس على السطوح لترى الهلال، لأنه عندما تصعد على السطوح وكذا ممكن أنه هذا صعودها على السطح يعرضها لنظر الآخرين عادة. هذه بعض الحكم التي ندركها، ولكن قد يكون هناك حكمة أخرى أو بل حكم كثيرة أخرى لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال. وكذلك ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. على كل حال، الآن صار عندنا الأمر الأول الذي يثبت به الهلال هو الرؤية، يعني الإنسان يراه بنفسه، والثانية شهادة رجلين عدلين. فمن رآه متيقنا برؤيته وجب عليه الإخبار وجوبا كفائيا. ليش؟ لأنه كما قلت لكم سابقا الاستهلال واجب وجوب كفائي، وكذلك الإخبار بالرؤية واجب وجوبا كفائيا على من رأى الهلال. وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة. ليش؟ لأنه يترتب عليهما واجب الصوم والفطر والحج كما تعلمون جيدا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الآن بالنسبة للوضوء، الوضوء بنفسه هو مستحب، ولكن يصير واحد يصلي من دون وضوء؟ طبعا ما يصير، واجب عليه أنه ماذا؟ يتوضأ. فالذي لا يكون الواجب به، يعني مثل الصلاة لا تكون إلا بوضوء، إذن الوضوء للصلاة ماذا كان؟ كان واجبا. زين، إذا واحد رآه وحده في مكان بعيد ولا يمكن الإخبار، طبعا يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى الناس بقدر ما يستطيع. الآن أخذنا أمرين من الأمور التي يثبت فيها شهر رمضان ويثبت فيها العيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام شهر رمضان حق صيامه وقيامه حق قيامه، وأن نكون فعلا من الذين وصلوا إلى العيد ويكون فعلا لهم عيدا، لأنه قد ورد في الرواية: ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن كل يوم لا يعصى به الله سبحانه وتعالى فهو عيد. أسأل الله تعالى أن تكون أيامكم كلها أعيادا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.